بوكس مع حليم ام كلثوم. ما كفايه تقليد بقى يا ابني وسيب لنا حاجه نتفرج عليها. أيها الآباء زوجوا أبناءكم. أنا مبسوط أن ابني غير موجود، لكنه سيسمع في يوم من الأيام. فأقول أيها الآباء زوجوهم، أعينوهم. نعم. هو انا كنت بابا مش دلوقتي يا يوسف. ها يا حاج، خيطت الشراب؟ دي تسع مرة خياطه يا حاج، ما تشتري غيره بقى، ده بقاله 6 سنين معاك. انا عاوز اخطب يا بابا. وماله يا حبيبي، ده يوم المنى، ده احنا كلنا نفرح لك. بجد يا بابا؟ طب هنروح نخطب امتى؟ جهز انت نفسك كده بس، وانا هاخدك يوم الجمعه وهنروح على الجامع وهستأذن من الخطيب وانت تخطب مكانه. ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ انا عاوز اخطب واحده زميلتي. الله الله، ده الاندر ايدج بقاله سنه وبيتكلم يا حاج. ما تشوف يا بابا، ماما عندي 23 سنه وبيقول عليا اندر ايدج. لا يا حاج، ده خياطته خلاص، ما تقلقش. هو ايه ده يا حاج؟ الاندر. انت ايه مؤهلاتك يا ابني عشان تروح تخطب؟ لا على فكره يا بابا، انا عندي مؤهلات كتيره جدا، اولهم وسيم. ما اعتقدش. ابن ناس اشك، في كليه كويسه جدا واهلها عمرهم ما هيرفضوني. مش بعيد اصلا اول ما ادخل عليهم يشبطوا فيا ويحلفوا عليا جوز بنتهم. ليه ابو هشيمه داخل عليهم؟ شوف بس يا بابا، حضرتك هتبقى فاضي امتى عشان ابلغهم ان احنا نبقى نروح لهم؟ لا لا مش فاضي. بص روح انت، عشان لو شتموك تبقى لوحدك، ولو وافق عليك هبقى اجي معاك المره الجايه. ولو انت خايف نترفض، انت تترفض انما انا اترفض من حد؟ ده انت غلبان قوي. معذور، اصلك ما حضرتش كده وانا في سنك لما رحت اتقدم لامك. لسه بقول لك انت السلام عليكم، قال لي وعليكم الشبكه والفرح، واتجوزت وانا على الباب اصلا. يا حاج ده انت اترفضت 7 مرات، ما تعيش الدور. ليه 7 مرات؟ هتجوز فاتن حماده؟ هم 6 بس يا حاج. يعني هتيجي معايا ولا لا؟ لا. طب ربنا انا اروح لوحدي. انا هروح لوحدي، لا يهمني ولا يهمني. طيب بما انك طلعت تتكلم جد وتشجعت وقلت انك هتروح لوحدك، ايه يا بابا هتيجي معايا؟ لا. طب انت عاوز ايه يا بابا؟ عاوز اقول لك على نصيحه وحطها حلبه في ودنك. ثانيه واحده، انت هتنصحني دلوقتي صح؟ طب كمل يا بابا. البنت لو حاطه صورتها على اي منصه من منصات السوشيال ميديا، سواء كانت قطه او ورد او طفله، اعرف ان هي جعفر وانك شخصيا احلى منها بكتير. اما بقى لو حاطه صوره واحده في الثلاثينات العشرينات، صوره 2 ماسكين ايد بعض، صوره رومانسيه ل2 قاعدين جنب بعض، اعرف ان هي قد امك وبتقول يا ليت الشباب يعودوا يوم. اما بقى لو حاطه صوره للبحر، القمر، نجوم، سحابه، امطار، اي حاجه هاديه كده، البنت دي تبقى زي القمر. اما بقى لو حاطه صور كتابيه وادعيه وحكم وكده، دي يا اما ارمله يا عامله خلع الجزء. والله يا بابا انا مش عارف اقول لك ايه. يعني بص انا استفدت. لا تمام. ايه ده؟ امال سيبني قاعد برغي ليه؟ طب يا ابني من بدري لوحدي. يا بابا ما انا قايل لك ان هي زميلتي وانا عارف شكلها اصلا. اتفضل يا ابني، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا عمي. ايه يا ابني اللي انت جايبه ده؟ ما كانش له لزوم يعني، تعبت نفسك. دي حاجه بسيطه يا عمي. يا ابني انا اقصد ان في حد يجيب الحاجات دي وهو داخل بيوت الناس. انا عارف الاندومي غالي جدا الفتره دي، بس ما يغلاش على مريم. وعلى فكره علبه البسكوت دي حلوه جدا، واكل منها 5 وانا جاي في الطريق. يا ابني ما هو ما ينفعش. خلاص بقى يا عم النبي، قبل الهديه بقى ما تكسفنيش. عليه افضل الصلاه والسلام. اقعد يا ابني. شكرا يا عم. عرفني بنفسك يا ابني. اسمي يوسف شعبان، عندنا شقه 3 اوض وصاله وحمام ومطبخ. سمسار يعني؟ لا. سمسار ايه يا عمي؟ ده انا اللي جاي اخطب ايد بنت حضرتك مريم. وفين اهلك يا ابني؟ ربنا يرحمه. انا لله وانا اليه راجعون. امال انت قاعد مع مين دلوقتي؟ ابويا وامي واخواتي. يا ابني انت مش لسه قايل ان هم الرحمه تجوز على الحي وعلى الميت يا عم؟ طب ولما هم عايشين وبخير ما حدش جه معاك ليه؟ علشان تيتا الله يرحمها. مالها تيتا؟ ما رضتش تيجي معاك ليه؟ علشان ماتت يا عم. ما انا بقول لك الله يرحمها. هو حضرتك ما بتسمعش ولا ايه؟ يا ابني انت مش لسه قايل ان بابا وماما الله يرحمهم وطلعوا عايشين في الاخر والرحمه بتجوز على الحي وعلى الميت؟ يعني هم دلوقتي مش عايزين يجوا علشان جدتك ماتت؟ لا 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 خالص، علشان جده الله يرحمه. لا ده عايش عادي، بس هو ما رضيش يجي معايا. وبس كده يا عم، دي كل حاجه عني باختصار. طيب يا ابني بس احنا كده عاوزين شقه. وهي شقه بابا اثرت في حاجه يا عمي؟ يكون في معلومك انا بابا كاتب لي اكبر اوضه فيها. يا ابني فهمني، انت دلوقتي عريس جديد، يعني لازم يكون عندك شقه منفصله لوحدك. انت هتقعد بنت في اوضه؟ وبعدين انت عندك عربيه. عندي 7 عربيات يا عم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طب يا ابني ما انت الدنيا متيسره معاك اهو. وان شاء الله على اول التحديث الجديد في اللعبه هشتري عربيتين كمان. لعبه ايه يا ابني؟ انت بتقول ايه يا حبيبي؟
مش انت تقصد على لعبة العربيات يا عمي ولا؟ لعبة عربيات؟ يا ابني انت هتجنني، لا حول ولا قوة الا بالله. ممكن اعرف انت محوش كام فلوس علشان تتجوز بيها؟ انا معايا 2 مليون جنيه. دي اكيد كوينات في لعبة العربيات. لعبة عربيات ايه بس يا حماية؟ هو ده كلام؟ طب الحمد لله. دي لعبة بابجي. ها عملت ايه؟ درجت الجناب باينة؟ ألف مبروك يا حاج. استني يا حاج لحظة. جناب ايه اللي درجتها؟ يا بني آدم انت مش كنت رايح تتقدم؟ اترفضت يا بابا. اترفضت؟ بتقولها وعيني في عينك كده؟ اقولها لك بقى فاهم. اترفضت يا بابا. هما ما يعرفوش انت ابن مين ولا ايه؟ ما هو ده بقى تقريبا السبب الاول ان هم يرفضوني. احكي لي اللي حصل. اسمع. ها يا عم نقول مبروك. مبروك على ايه يا ابني؟ انت ولا عندك شقة ولا عندك عربية. بس عندي اخلاق. نعم يا حبيبي. وعندي قلب بيحس يا حماية، كفاية تدوس عليه اكتر من كده. بقول لك ايه، طب من الاول كده بلاش كلمة يا حماية دي عشان الموضوع ده لسه مشكوك فيه. طب ممكن عادي من الاول؟ طبعا يا حبيبي اتفضل. عندي قلب بيحس يا عمي. كفاية تهزيق. الراجل مش فلوس بس يا عمي، الراجل امان. امان؟ يوسف انت بتخاف من الكلاب؟ بترعب منهم. اخر مره كنت طالع من صلاه الجمعه، كلب مسك طرف الجلابيه بتاعتي من تحت وخدها من عليا وطلع يجري. وانت عملت ايه؟ جريت وراه بلبوس في الشارع. طبعا هو انا هسكت؟ دي جلابيه خليجي يا عمي. بلبوس؟ قال لي اخر من غير شراب حتى. يعني ولا شقه ولا عربيه ولا امان ولا حتى فلوس؟ لا حاسب يا عمي، انا معايا فلوس لو ولعت فيهم طول عمري ما هيتحرقوا. يا اخي نفسي اصدقك في مره بجد يا ابني. طيب معاك كام؟ انت مش مصدقني اهو. ايه ده؟ ومعايا قدهم مرتين كمان بس اروح بيهم مواصلات. فك بقى يا عم انا بهزر معاك والله. جوزني مريم بقى. جوزها لك بخصوص ايه؟ علشان ايه؟ علشان خاطري. يا رخيص، بتتوسل للراجل عشان يجوزك بنته. فين الكرامه؟ وانا هجيبها منين يعني؟ فين الحزام؟ خلينا اكمل بقى يا بابا. وبعدين شكلك نيلت وعملت مصيبه كبيره. بص يا ابني من الاخر، انت معاك نوكيا وهي معاها ايفون. ايوه ايه المشكله؟ انت بتشحن كارت فكه وهي بتشحن باقه. فين المشكله برضه؟ وضح يا عمي. هو رفض وخلاص. انت بتاكل طعميه وهي بتاكل رامن. ايه؟ طلعت زومبي؟ زومبي ايه يلا؟ بالهنا والشفا يا عمي بقى. بس هو رامي عمل لها ايه علشان تاكله؟ رامي مين؟ فمش بتقول بتاكل رامي؟ رامن دي اكله يابانيه يا جاهل. عرفت بقى انا عاوز اقول لك ايه؟ ان معهاش فلوس تاكل طعميه، بس من الناحيه دي ما تقلقش يا عمي انا هصرف عليها. يا ابني دي اندبندنت وومن. حامل؟ يبقى اكيد من رامي. انا كنت حاسس من الاول. حامل ايه يا حيوان؟ انا يستحيل قلت امراه مستقله يعني تشتغل ومعاها فلوس بتصرف على نفسها. اندبندنت وومن يعني ما تقول كده يا عم من الاول. قول لي طلباتك على طول يا عمي. احنا عاوزين 500,000 مهر وشقه بمليون وفرح ب 200,000 وبوكيه ورد. وانا موافق على كل شروطك يا عمي. يبقى الف مبروك يا ابني. نقرا الفاتحه. ما عدا ال 500,000 مهر والشقه بمليون والفرح ب 200,000. امال انت وافقت على ايه يا حبيبي؟ بوكيه الورد. هو ده شويه يا عمي؟ ده عامل 500 جنيه دلوقتي. امشي يلا، ما عنديش بنات للجواز. لما تبقى جاهز يا حبيبي تعالى تقدم تاني. على فكره ده ظلم. انا بحب مريم وهي بتحبني وانا استحيل اتخلى عنها. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ظالم. يا رب بنتك تتحرق يا رب. ايه الهبل اللي انت عملته ده؟ والله تستاهل ان ابو العروسه يرفضك ويطردك بره البيت كمان. خلاص بقى اول ما تأنبش ضميري وربنا نط في البلكونه وانتحر. يا ابني احنا في الدور الاول يعني لو نطيت اخرك هيجيلك شد عضلي. كله بسببك يا بابا عشان قلت لك تعالى معانا من الاول وانت رفضت. خلاص انا هحل لك الموضوع ده. هتيجي معايا؟ لا انت اللي هتيجي معايا. وغير لبسك ده وروح البس لك كده حاجه عليها القيمه. انت عاوز سعرنا قدام الراجل ولا ايه؟ انت حضرتك رفضت ابني لما جه يتقدم. ممكن اعرف ايه المميزات اللي مش عنده؟ هو ما عندوش اصلا. ايه وعارف ازاي؟ مش عارف انت قصدك ايه يا عم انت؟ ما عندوش ولا شقه ولا عربيه ولا فلوس. لا انا ابني ما عندوش فعلا. ايه الحاجات اللي انت قلت عليها دي؟ احكم انت يا حاج شعبان. بقول لابنك انت بتاكل طعميه وبنتي بتاكل رامن، يقول لي وهي بتاكل رامي ليه؟ هو قال لك كده؟ انا مش نبهت عليك 1000 مره قبل كده انك ما تبصش في اكل حد، ما تسيبها تاكل رامي براحتها. هو كان حد من قرايبك؟ ده انتوا عيله متخلفه كلكم.
انا اسف على سوء الفهم بتاع ابني، وبعتذر ان انا ما جبتش حاجه معايا وانا جاي، بس والله انا لو اعرف ان هي ليها في البني ادمين كنت جبت الحاجه معايا وانا جاي. يا حاج ما تجننيش انت كمان، رامن بالنون، دي اكله يابانيه يا حاج. اكله؟ سيبك من دي، ابنك جاي يتقدم لبنتي وجايب معاه علبه بسكوت. بسكوت يا حاج، محشي ولا ساده؟ هو في ايه يا حاج؟ هو جاي يخطب واحده في اولى ابتدائي؟ استنى انت بقى وسيبهولي. ايوه كده يا حاج شعبان، فهمه. انت يالا مش الصبح قلت لك وانت راجع تجيب لي معاك باكو بسكوت محشي بالكريمه؟ تقوم ما تجيبش لابوك وتجيب لي البت اكلت لحوم البشر وربنا لما اروح. اللهم طولك يا روح. سيبك من دي، جاي يخطب البنت وجايب معاه اندومي. هي حصلت اندومي؟ ما الجاتوه غالي يا بابا. تقوم جايب اندومي؟ الناس تقول علينا ايه دلوقتي؟ انا مش قلت لك الاندومي ده مضر؟ عاوز تضر بنات الناس؟ اسف يا بابا. اتفضل انا روح راجع الاندومي اللي انت جبته ده، وهات شيبس بالطماطم ولا زلابيا، هات اي حاجه غيره. حاضر يا بابا. ايه ده؟ الله الله الله، ده عنده الحمراء؟ قصدك الحصبة؟ لا الحمراء عكس الصفراء. يوم